بات تقليد قديم يتوارثه قبائل في شمال غرب ناميبيا محل جدل كبير يقضي بتبادل الزوجات بين الأصدقاء دون رضاهن حتى، وهناك محاولات لتقليصه في سبيل الحد من انتشار مرض الإيدز ووقف استغلال النساء. ويقول ممثل قبيلة أوفاهيمبا كازيغونير جوندو إنه تقليد يعزز الوحدة والصداقة بيننا، حيث ردت عليه الناشطة روزا ناميسيس بغضب: إنه اغتصاب للنساء. تعيش قبيلتا أوفاهيمبا وأوفازيمبا بعيدا عن الحياة المعاصرة في حالة صمود بوجه الحداثة، ظنا منهم أنهم يعيشون بسلام، وخاصة في أكواخهم المصنوعة من الطين. وفي هذا التقليد يقوم الرجال في تلك القبيلتين بإعارة زوجاتهم لأصدقائهم كنوع من الكرم والضيافة، حيث يترك الرجل مع زوجة صديقه وحيدين ويبقى زوجها في كوخ آخر بعيدا عنهم ليأخذوا راحتهم. ويقول نائب رئيس اتحاد تورنهال الديمقراطي كازي يونغير جوندو أحد أحزاب المعارضة: يعود الأمر للرجل في اختيار صديقه الأقرب إليه ليعيره زوجته، والأدهى من ذلك فإن النساء لا يستشرن ولا يستطعن إبداء رفض لذلك، لذا لا يوجد أمامهن سوى الخضوع وممارسة الجنس مع أصدقاء أزواجهن، وهو ما ترى فيه الناشطة روزا اغتصابا غير مشروع في حقهن. وبات هذا التقليد المنتشر في منطقة كوميني النائية محل انتقاد العديد من الناشطين في حقوق الإنسان، وذلك لمكافحة انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة الذي أصاب 18% من السكان بسبب هذا التقليد الجاهل فقط، حيث يبلغ عدد سكانه المليوني نسمة. كما يسمى هذا التقليد إهداء الزوجة للضيف، وفي لغتهم المحلية أوكو جيبيسا أوموكازيندو. ويقول المسؤول عن برنامج الإيدز في مركز المساعدة القانونية أمون جافيتيني إنه تقليد يضع حياة النساء في الخطر، والغالبية العظمى من النساء يتمنين أن يندثر هذا التقليد. والمفاجأة بأن بعض النساء يعتدن على ذلك ولا يمانعن في ذلك. وصرحت كامبابيرا موتوموبو إنها تحب ذلك، وأنها مارست الجنس مع عدد من أصدقاء زوجها. وأكدت الباحثة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ناميبيا كلودينا فيناني أن النساء يخضعن لهذا التقليد فقط خوفا من أزواجهن، ومع كل ظاهرة يوجد لها معارضين بالتأكيد ستجد لها مناصرين، حيث يرى مناصر هذا التقليد أنه لا ينتهك حقوق المرأة، لأن لها الحق هي أيضا أن تقترح على زوجها صديقات لها، لكن هذا الحق يبقى نظريا في معظم الأحيان، محاولين إيجاد حل وسط لهذه المشكلة. اقترح زعيم السلطة المحلية لقبيلة أودجيجا كاوكوس مواصلة هذه الممارسات، ولكن بعد تقديم التوعية اللازمة حول مخاطر الإيدز. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لقناة أسرار.